دي اول شيشه في التاريخ تبقى صحيه. سلام. معسل تفاح يا شيكو. اخد نفس تعمل كده. شيشو بواق شيشو مين هي كده اشتغلت كده. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. الحجر ده كده تمام. من الحاجات الجميله اللي بقت موجوده في الكوربه هي كوبايه القهوه دي من قهوه شيكو. لقيت صحابي امبارح بيكلموني احنا عند قهوه شيكو، وشيكو عامل حاجه غريبه في المنيو. اكتر قهوه غريبه شربتها هي فرنساوي. ممكن لو عليت شويه تبقى بندق. شربت اول شيشه تفاح قبل كده. شيشه تفاح. طب تعالى كده وسع صدرك. بعيد بقى يا شيكو عن اختراعاتك اللي انت عاملها، انا نفسي اشرب فنجان قهوه وتعرف الناس اللي متابعانا شيكو بيشرب قهوه ازاي. اول حاجه تلاحظ ان الرمانه نضيفه جدا جدا. دي انضف والله يعني. في ده مصر يعتبر. هي جت كده معايا يعني. انا مثلا مش فكره ان الناس تقول لك ده انضف رماله او انا ما طلعتش قلت انا انضف رماله. هي جت معايا اللي هو انا رمالتي دي هي طبيعتي ان هي تبقى نضيفه. انا لازم امسح الكنكه كويس جدا. ليه بقى؟ ان الكنكه فيها ميه، تبقى فيها ميه من بره لما اغسلها. لو حطيتها هنا في الرمله هتلزق. يعني الرمله هتلزق هنا مع الوقت تبدا تكتل. فانا ما بحبش الحوار ده. نفس فكره العربيه بالظبط، ان انا شغال كل حاجه يعني الريسبي بتاعي ثابت، كميه البن ثابته، كميه الميه ثابته، كل حاجه ثابته. فهتيجي تضمن ان كل مره تشرب نفس فنجان القهوه هو عندي فاتح وعندي وسط وعندي غامق، محوج وعندي ساده فاتح مظبوط. غير الشيشه دي على جنب دلوقتي. لا ده لسه. طب انت ايه اللي خلاك تعمل فكره شيشه تفاح دي؟ والله انا ما عملتش. هو في قهوه فليفرات. فانا اتعمدت ان انا عايز اجيب كل الفليفرات اللي موجوده. كنت معروف بقى العربيه جدا. بس اللي خلاني اخر هنا ان هي ما كانتش موجوده عندي. مسافه فتحت بقى لي شهرين. اللي انا عايز اجيب حاجه نظيفه زي اللي انا بشربها عندي في البيت. عندي قهوه شيشه تفاح. ما اعرفش اصلا الاختراع ده كان فيها ايه. اقسم بالله. واللي بيقدمها برضه دماغه فيها ايه. مش عارف انا والله ما عارف. قهوه بندق قطع البندق دي بقى اللي هي كانت عندي على دي اللي انت اصلا مشهور بيها اساسا. جميل. في قهوه كراميل، في قهوه فانيليا، في بقى توت، في فراوله، في موز. دي بقى اللي لها قصه كبيره قوي معاك والمتابعين بتوعك تعبوا معاك بسببها. جبتها اصلا من العربيه. يعني دي اللي كانت موجوده على العربيه. هي معايا مثلا بقى لها 4 سنين ولا حاجه. طب معلش عايزين نشرح للناس هي ليه متنيه. انا حاجه معروف في القهوه البلدي بتاع زمان خالص. حصل في الاماكن الشعبيه. ليه بقى؟ انا هحط البن هعمل كده كل شويه هتخبط. فهمت قصدك. فهتلاقي لازم بن هيقع بره. فاحنا في الشغل بتاعنا بنشتغل بسرعه، ما بنعملش قهوه واحده. طول الوقت ممكن يقدمنا مثلا 5 6 7 10 قهوه مره واحده. فانا بكيل. لكن دي بص صح يعني تعرف تتحكم. اروح كده هي زي ما هي. فانا لما اجي اعمل بقى قهوه دي مثلا تحط منها معلقتين فدي 4. دي معلقه ثانيه. هي حقيقي لو المعلقه الثانيه كان زمانك وقعت. كان زمانك غصب عنك كده كانت توقع. ما انت مش كل مره تعمل. ولازم بص لو خبطت هتقع. صح. البن بيبقى مليان. دي برده نفس الفكره ان هي بتسهل برده معاك برده الشغل اهي. ده المعيار بتاعنا. القصه دي اهو كده نزلت البن تحت. لكن هو اكيد ما دابش. كمل بقى الميه بتاعتنا عادي. المعلقه دي كنت بجرب ان انا اعمل عشان الناس يقول لك انا بوظت معايا كتير قوي في البيت. انا اتهزقت اكتر منكم في البيت والله. كنت باخد معلقه من النيش واعملها. دي كنت كده اجرب اتنيها. فالمعلقه دي تقيله قوي فما اتنتش معايا صح. وانا مش هرميها. دي هي اصلا جت بس سبحان الله مريحاني. شايف دي؟ مقلب بقى قد صباعي. خلاص مفيش ميه. بس تمام ناشفه. تنزل بقى كده. الرمله لفت حوالين الكنكه تستوي من كل ناحيه. القهوه تقليب. مش بدا يفتح ازاي؟ بدا يفتح. هي بدا كده تستوي كده معاك. بس طبعا مش هنصبها على كده. احنا لسه او في حته بس الناس تقول عليها ده انت بتفتي في الحته دي. فانا مش عايز اقولها بجد والله عشان الناس كده. انا بعرف اسوي القهوه من معلقه. لا اقول لك انت بتفتي بالمعلقه. دي حقيقه. الكنكه بتستوي من تحت لفوق. فالكنكه ليها زنه معينه. المعلقه دي لو لمسه اخر الكنكه في زنه اهي. حط ايدك كده في زنه. في زنه عشان كده في زنه. دي الزنه الاول بتبدا تستوي. تبدا تغلي من تحت لفوق. لو زادت الزنه دي انا بعرف استوت ولا لا. احساسها من ايد انا. فالناس يقول لك انت يا عم هتفتي. لا دي حقيقه. لا والله العظيم دي حقيقه. تحس ان في فايبريشن معاك كده في المعلقه. الهزه دي بدات القهوه تستوي. تبدا من تحت تغلي. ليها زنه معينه في ايدي انا عارف ان هي استوت. بص اهو طلعت معايا. تمام. اول حاجه اعمل ايه؟ هنزل بقى في الميه. لو جيت كده بصيت بعد ما نزلت في ايه تحت هنا في الميه؟ الرمل وقع في الميه. لو انا ما نزلتش بالكنكه هنا هتنزل في بقك انت. فانت لما هتصب مفيش رمل معاك في الفنجان. القهوه طالعه مني بوش. القهوه وش خفيف يبقى القهوه دي مظبوطه. وش القهوه الطبيعي اللي ما استواش او حاجه ثانيه ده اللي هي كربونات بقى وغيره. بتبقى داخله فيها بنسب. القهوه وشها خفيف القهوه يبقى بتاعتك كده مظبوطه. القهوه اللي ما استوتش هتلاقي الوش تقيل قوي معاك. محبب وناشف محبب بالظبط. اشرب وهتستطعم كل حاجه. انا عايز اشرب منك عالميه. لا انت عامل لك واحده بقى. لا انا عايز تفاح. مش خفيفه قوي اللي هو دي ميه بس ومش تقيله قوي. لو سيتت منها هتلاقي الوش من فوق هتلاقي لونه خفيف قوي ومن تحت بقت تقيله. عايز اقول لك ان الوش انا ما حسيتش بالتفل بتاع البن. طب لو واحد يقول لي يا عم القهوه ما فيهاش فيها وش. هي كده اصلا صحيه. التفل اللي تحت بتاع القهوه وش القهوه هو اللي بيتعب لك معدتك. انا خلاص اتعلمت منك يا باشا الصراحه يا باشا. وعرفت ايه يعني ايه تقليب ويعني ده. انا راح ابوظ المعلقه اللي في البيت دلوقتي. ممكن كده سيبك في المعلقه. ما توريش الحاجه اللي انا عملتها. انا واحده بقى البندق. البندق هقول لك
دي انا ما اعرفش، انا كمان هنشيل بعض. انت ما تعرفش؟ ايه ده يا عم، ده معسل. دي قطع البندق. الله، هو طعم اللبن قوي فعلا. البندق كمان مش اللي هو طري او متغذي، لا ده بيقرمش مع انه هو سخن. والفكره كلها ان اللي اتعمدت ان انا استعملها كلها لبن صافي، ان انا بيجي لي ناس سنها صغيره تشرب قهوه ما برضاش. بالنسبه لي دي القهوه دي مناسبه بالنسبه لها. دي مانجا صرف يا اخي، ده مانجا والله. دي اول شيشه في التاريخ تبقى صحيه. الله اكبر. بس خلاص الحجر كده سخن، الحجر كده سخن، الحجر كده سخن. هنغير فحم، اخد نفس. شيكو بوظنا يا جماعه والله، خلينا مدمن. على فكره هي طعمها حلو. طعمها حلو زياده بقى. يعني ما بحبش الشيشه بس يعني حبيتها. ما اعرفش، يعني انت بتشرب قهوه شيشه مش عارف يعني. سبحان الله. تعمل كده مش حاجه هتطلع عنها الشيشه. ما يمكن ده اللي ناقص. لا بس ايه رايك في الحاجات اللي تسلم ايدك يا شيكو. لا انا عارف الخامات، انا مجرب اصلا من قبل ما اصور، ما انت عارف الخامات بتاعتك حلوه قوي. حتى اللبن ما شاء الله. عايز انزل واحده بقى معسل السلوم بس لسه. سلوم. لا دي بتكلبش في السن. لا اشرب عادي. اشرب دماغه هتزني دلوقتي، مش عارف. عايز فيلم فرح هيصور القطه دلوقتي. بالنسبه بقى لمشروبات الساعه بقى. لا كل حاجه، يعني عندك مثلا ايس بلاش لاتيه، ده البيست سيلر عندي ايس بلاش لاتيه. في عندي وايت موكا. انا مدمن عندك اللي هو اللوتس لاتيه. لوتس لاتيه حلو عندي، قوي، لوتس لاتيه حلو قوي. كل حاجه عامه انت بتشربها بره وبتشربها في اماكن اللي هي العاليه هتلاقيها موجوده بنفس الخامات بنفس الجوده بنفس كل حاجه. فاهم؟ وسندوتشات لانشون كده، في جوه سندوتشات لانشون كده، لو انت عاوز تفطروا هتلاقوا هنا فطار. عندي سندوتشات. عندي التركي بيجل، وعندي روس بيف. التركي اللي عندي نضيف جدا، هو فصوص. مش ايوه فصوص لحمه. ايوه مش اللي هو متقطع الجاهز. ايوه مش مصنع، هي فصوص. مش مصنع، هو فصوص تركي. وعندي روست بيف، وعندي اللي هو البيستو تشيكن بيستو، فراخ كده على الجريل. وغير بقى كده بقى حته الديزرت دي بقى في حته ثانيه. حبيبي يا شيكو، ربنا يوفقك يا صاحبي، واشوفك كده في فرع تاني وتالت ورابع وخامس. ان شاء الله.